في جزيرة غامضة صحيت بنت لوحدها من غير ما تفتكر ازاي وصلت هناك او اسمها ايه، ومش عارفة هي فين، وفي ايدها صدفة. لما صرخت تطلب المساعدة محدش رد عليها، فقررت انها تنفخ في الصدفة وتشوف اللي هيحصل. في اللحظة دي ظهرت واحدة تانية وهي برضو مش فاكرة اسمها، والشيء اللي معاها هو سكينة. الموقف بدأ يتوتر ما بينهم، وصاحبة الصدفة خدت السكينة منها، لكن فجأة جه واحد وقال لهم ان في ناس تانية زيهم على الشاطئ لابسين نفس اللبس. قريب كل الناس اجتمعوا وقعدوا على شوية زجوع شجر وهم بيتشاركوا جوز هند، ومفيش حد فاكر اللي حصل، وكل واحد فيهم صحي مع حاجة مختلفة. في اللحظة دي لاحظوا ان لبسهم المتشابه مكتوب عليه أساميهم. صاحبة الصدفة اسمها تشيس، وصاحبة السكينة اسمها كيسي، والراجل اللي لقاهم اسمه كوبر. وبعد ما الكل عرف أساميهم، تشيس أعلنت إنها هتدور على أدلة، فروحوا معاها برودي ودونوفان. التلاتة جمعوا كل الحاجات اللي ظهرت معاهم، بس بعديها دونوفان قرر يرجع للباقيين. في الوقت ده المجموعة كانت بتولع نار وبتكتب كلمة ساعدونا على الرمل. تايلر وهي بتتشمس لقت كتاب مدفون في الرمل اسمه الجزيرة الغامضة، لكنها مهتمتش بيه. دونوفان وصل وأقنع الكل إنهم ينسوا مشاكلهم وينزلوا يسبحوا. في الأول كانوا مبسوطين، لكن بعدين خافوا لما شافوا أسماك القرش جاية. الكل جري على الشاطئ، لكن للأسف دونوفان ما كانش بيسبح بسرعة كفاية، وسمكة قرش عضته وخدته بعيد. وبعديها بلحظات تشيس وبرودي لقوا شلال جميل، وبرودي طلب من تشيس إنها ما تقولش للباقيين، وبعديها باسوا بعض. لكن لما برودي طلب أكتر تشيس رفضت. برودي ما قبلش ده ودفع تشيس على الأرض وحاول يعتدي عليها. تشيس قاومت ودفعته بعيد، وبعديها طلعت السكينة علشان تبعده وجريت. وبعد كده برودي رجع للمعسكر وبدأ يدي الناس شغل علشان يعملوه على أساس هو القائد، لكنه ما قالهمش عن الشلال. وبعد شوية تشيس رجعت وبدأت تضرب برودي لحد ما الباقيين وقفوها. وبعدين تشيس قالت للمجموعة عن الشلال وهجوم برودي، لكن هو قال إنها كدابة، والباقيين مش عارفين يصدقوا مين. في الليل تشيس حلمت إنها في أوضة ومعاها مسدس والدم سايح على الأرض، وفي الصبح هي كانت أول واحدة تصحى، فمسكت فاس وصدفة وراحت تتمشى. فجأة لقت دونوفان مرمي على الشاطئ عايش لكن رجله متعضة، فشيس نفخت في الصدفة علشان تنادي الباقيين، وبالتعاون قدروا ينقلوا دونوفان للمعسكر. وبعديها المجموعة عملت اجتماع علشان يناقشوا اختياراتهم. برودي كان عايز ينقله لمكان آمن، لكن كوبر كان شايف انهم يفضلوا على الشاطئ يمكن يجي مركب يعدي. شيس قطعت وقالت انهم لازم يخرجوا، وذكرت انها شافت ميسن وهايدن بيتصرفوا بشكل غريب قبل كده. الثنائي وضح انهم عدوا الخطوات بين الاماكن اللي ظهروا فيها، وكانت دايما 39 خطوة بالضبط، وباستخدام نفس الرقم للاستكشاف لقوا لفتة مكتوب عليها اعثر على طريقك للعودة. تشيس كانت فاكرة ان اللفتة دي دليل، لكن الباقيين كانوا شايفينها مجرد لفتة وتجاهلوها. تشيس وهي غاضبة رمت الصدفة على صخرة فاتكسرت. دلوقتي الصدفة كشفت عن باركود مكتوب عليه ملكية آيلاند، وجهاز بيومد وقع منها. من غير ما تلاحظ تشيس نامت، ولما صحيت شافت قارب مطاطي في البحر. شالت جزمتها قبل ما تدخل المية وداست بالغلط على قطعة زجاج وهي بتسبح نحو القارب. دمها اللي من رجلها لفت انتباه القرش. لحسن الحظ تشيس كانت بتسبح بسرعة كفاية ووصلت للقارب قبل ما القرش يوصل لها. في القارب لقت حاجات زي صناديق طبية وكمية من الرصاص، وكان في مجاديف استخدمتها علشان ترجع للشاطئ. خبئت كل الحاجات اللي لقيتها، لكن اتأكدت انها تفتح الصناديق الأول. واحد كان فيه أدوية، لكن التاني كان فيه صندوق مقفول. بعد كده تشيس اتكلمت مع كوبر في السر، وبعد ما أقسم انه يحافظ على السر وريت له بعض الحاجات اللي لقيتها زي الطوابع وعلبة لبان مكتوب عليها 39. في الوقت ده برودي وكيسي كانوا بيدوروا على أكل وقعدوا يبوسوا بعض في الغابة. وبعديها المجموعة لاحظت إن الجو بيزداد سوء، وناقشوا تاني لو كانوا هينتقلوا ولا لأ. كوبر ضرب برودي ونشبت خناقة، فالباقيين بسرعة فصلوهم. كوبر وهو متعصب مشي، وبرودي خد السكينة من تشيس بعنف علشان يسيطر على الكل. دلوقتي المجموعة كلها شافت إنه مجنون فعلا،
وانقلبوا ضده، فبرودي رمى السكينة ومشي بعيد. وبعديها كيسي خدت السكينة وادتها لتشيس. في اللحظة دي وصلت عاصفة للجزيرة، فتشيس خدت المجموعة علشان يستخبوا في القارب، بينما برودي وكوبر واجهوا المطر. في القارب المجموعة نامت، وتشيس حلمت حلم تاني. كانت في أوضة والدم سايح على الأرض، وضربت واحدة قاعدة على كرسي بالمسدس. صحيت على صوت كوبر فجأة بينادي اسمها، فبتكشف له عن المكان وبتخليه يدخل. بعد ما العاصفة بتعدي، تشيس بترجع تاني للوحة وبتلاقي الجهاز اللي وقع من الصدفة، ولما بتفهم هو ايه بتبدأ تجري للمعسكر القديم، بس بتقابل برودي واللي عمل رمح. بعد ما بتقوله يصحي الباقيين، تشيس بتحفر الصندوق من القارب وبتستخدم الجهاز لفتح الصندوق، وبتخمن ان الباسورد هو مزيج من 3 و9. جوه الصندوق بتلاقي مسدس، فبتشحنه بالرصاص قبل ما ترجع للمجموعة. وبعد كده كيسي كانت بتفحص الجرح بتاعها في السر، ولما هايدن قربت وسألتها ايه اللي حصل بينها وبين برودي في الغابة، كيسي أكدت انهم عملوا حاجة غلط ولامت نفسها عليها، لكن هايدن اتأكدت ان برودي هاجمها. في الوقت ده تشيس وكوبر راحوا يتنزهوا علشان يدوروا على أدلة أكتر، وبعد مشي كتير وتسلق جرف لقوا مبنى كبير مهجور زي فندق. شافوا أسرة ونافورة شغالة فجريوا علشان يقولوا للباقيين. برودي ما عجبتهوش فكرة التسلق واحتدم النقاش ما بينهم، وبرودي بيهدد تشيس بالرمح. الباقيين طلبوا منه انه يهدى، فبرودي بيزعل وبيمشي بعيد، والمجموعة طلبت من تشيس انها تسيبهم برضو، واتهموها انها السبب في الشجارات. ما الغيوم غطت الجزيرة تاني، تشيس راحت تنام في القارب وحلمت نفس الحلم عن السيدة اللي بتموت. في الصبح المجموعة سحبت تشيس من القارب وودوها للشاطئ، وبيوروها برودي ميت وفيه سكينة في جسمه. الباقيين اتهموا تشيس انها قتلته وما صدقوهاش لما قالت انها ما عملتش كده، فبدأت تضربهم علشان تهرب. كيسي ضربتها جامد بعصاية وتشيس فقدت الوعي، وفجأة لقت نفسها قاعدة على كرسي في أوضة غريبة مش قادرة تحرك أي جزء من جسمها. وبعدين جت ممرضة وادتها حقنة من غير ما تجاوب على أسئلتها. تشيس نامت وحلمت بالسيدة وشافت البحر اللي في الجزيرة. لما صحيت دكتور كان بيفحصها وعدها انها هتاخد إجابات قريب، واستخدم جهاز علشان يخلي جسمها يتحرك تاني، وقال لها ان في مجال مغناطيسي كان بيثبتها في مكانها، وده مطلوب علشان يحافظوا على السكان في السجن تحت السيطرة. تشيس مش فاهمة هو بيقصد ايه بالسجن، لكن الدكتور مشي وسابها في الأوضة المقفولة. وبعديها وصل عدد من الحراس المسلحين وخدوها تشوف مدير السجن ويلز، واللي ببساطة قال إن تشيس عندها تدريب عسكري. ويلز أكد إن ده سجن، وإن الجزيرة مجرد محاكاة بيحطوا فيها المساجين كجزء من تجربة علشان يشوفوا إزاي المجرمين هيتصرفوا لو حد ادالهم فرصة تانية. تشيس هي أول واحدة صحيت لوحدها، لكنها هترجع هناك قريب. وبعديها الممرضة جت مع 2 حراس علشان يرجعوا تشيس للمحاكاة، وعلشان مش عاوزة ترجع بتقاتل الحراس وبتضرب واحد منهم، وبتثبت التاني على الكرسي باستخدام المجال المغناطيسي. وبعديها بتاخد الممرضة كرهينة، لكنها بترميها على الحراس اللي جايين علشان تقدر تهرب. جرس انذار بيرن في المبنى، وتشيس بتضرب كام حارس برضه، وبعديها بتتسلق عمود علشان توصل لبره، لكن للأسف بسرعة اتحوطت بالحراس وضربوها جامد. وبعديها تشيس اتاخدت لزنزانة والباب بتاعها مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي ثبتها على الحيطة. في الآخر تشيس نامت وحلمت بالسيدة في الكرسي تاني. لما صحيت الحيطة أخيرا ثبتها، والحراس خدوها تشوف ويلز، واللي جهز اجتماع مع العلماء اللي اخترعوا المحاكاة. وضحوا ان الهدف من التجربة هو اختبار الطبيعة مقابل التنشئة. هم بيمسحوا ذكريات الكل علشان يشوفوا لو تغيير الظروف هيغير الأخلاق، وهم مش عارفين ازاي تشيس قدرت تصحى، وبدأوا يناقشوا لو كانوا هيبعتوها تاني ولا لأ. ويلز زهق وخد تشيس بره علشان يتغدوا، وقال لها انه بيكره العلماء والمحاكاة لكن بيتحملهم علشان الحكومة بتبعت لهم فلوس. هو كمان أكد ان لو حد مات في المحاكاة بيموت في العالم الحقيقي. ولما سألت عن برودي، ويلز قال لها انه كان شخص سيء وجرايمه كانت اعتداء وقتل، فهو فرحان انه مات. وبعد لحظات العلماء اعلنوا انهم هيبعتوا تشيس تاني للجزيرة، لكن هي اعترضت على الفور ومسكت كرسيها علشان تتعارك.
لكن الحراس بسرعة مسكوها وخدوها بعيد، وبعديها تشيس اتربطت بره من رقبتها، فصفعت ويلز وحاولت تتحرك لكن الحبل منعها، وويلز قال انه هيعاقبها. الحراس قربوا يضربوها، وفي الاول تشيس قدرت تدافع عن نفسها لكنهم كانوا كتير عليها، وفي النهاية اتغلبوا عليها. وبعد كده دكتور ويس بتزور تشيس في السر، وهي واحدة من العلماء اللي في المحاكاة. قالت لها تفضل على طريقها وما تكونش لعبة في ايد ويلز، علشان بتشك ان هو بيلعب في نتائج الاختبارات. ولما كانت هتقول اكتر، الممرضة والحراس قطعوها وخدوا تشيس بعيد في شحنة. اثناء الرحلة الحارس ضربها فضربته ونطت من الشحنة علشان تهرب. تشيس بتزحف وسط العشب العالي وهي بتحاول تتفادى الاضواء اللي بتدور عليها، وفي الاخر بتلاقي مبنى فيه حارس بره. بتستنى الراجل يمشي وبتدخل، وبتلاقي مركز تحكم متقدم، وبتضطر تضرب حارس تاني. وبعديها بتسرق بالطو أبيض وبتتحرك لتحت لغاية ما تكتشف الأوضة الرئيسية المزعجة. كل المجرمين التانيين من الجزيرة متعلقين في خزانات ولابسين بدلات غريبة. فجأة بيحاوطها ويلز ورجالته وبيمسكوها جامد، والممرضة بتديها حقنة. تشيس بتدخل في غيبوبة وبيرجعوها تاني لخزانها وبيوصلوها في المحاكاة، وفي ثواني تشيس بتصحى على الشاطئ تاني وإيديها مربوطة، والمجموعة بتناقش هتعمل إيه معاها بخصوص قتل برودي. وهي بتفتكر كل حاجة عن السجن وبتقول للباقيين، لكن محدش بيصدقها وبيرفضوا يفكوها. لكن كلام تشيس بيخلي هايدن تشوف رؤية لنفسها في عربية مع راجل بتبوسه قبل ما تطعنه كذا مرة، وبعد كده بتشطب اسمه من لستة القتل. وبعديها تشيس بتحاول تهرب، فالمجموعة بتلحقها وبتوقعها على الأرض، وهما وبيتصارعوا على الرمل فجأة بيتقطعوا من شخصين جداد اسمهم بوني وكلايد. وكل ما كان كلايد بيتكلم كل ما صوته بقى يشبه صوت ويلز، فتشيس بتظن ان المدير بعتهم علشان يسيطروا عليهم ويتلعبوا بيهم. ولما محدش سمع تحذيراتها قالت لهم ان الثنائي دول مش متضايقين من الجثة على الشاطئ، ودلوقتي بوني وكلايد بيهددوا الكل بأسلحتهم وبيخلوهم يرموا اي حاجة ممكن يستخدموها للدفاع عن نفسهم. وبعدين بيسألوا عن الصناديق اللي في القارب وبيكشفوا انهم عارفين عن المسدس. وبينما كلايد بيتجادل مع تشيس فجأة بيطعن هايدن في بطنها وبيقول انها قتلت برودي علشان اللي عمله في كيسي، وعلشان كده اتقبض عليها، وبرضه قتلت مجموعة من المعتدين وكأنها نوع من الحراس الشخصيين. كلايد بيأكد ان السجن حقيقي وكلهم وقعوا على تنازلات للموافقة على القواعد، واللي بتشمل الموت لو قتلوا حد. هو وبوني بيظهروا بس لما لازم يطبقوا القواعد، وكمان بيكشفوا ان مسح الذكريات تم عكسه، فعن قريب عقولهم هتمتلئ بالصور. وبعدين كلايد بيحرر تشيس وبيقول لها تمشي، وهي بتسرع تدور على الصناديق اللي مخبياها علشان تسترجع المسدس، وده بيخليها تشوف رؤية لنفسها وهي بتضرب السيدة بالرصاص وبتفتكر ان ده كان جريمتها. وبعديها تشيس بتاخد صندوق الدواء للمجموعة وبتمشي بالمسدس. بوني وكلايد بيوبخوا المجموعة على انهم قعدوا الايام اللي فاتت بدون فعل اي حاجة، وبيقولوا لهم ان في قرية على الجانب التاني من الجزيرة ولازم يروحوا هناك. وبعد ما يفكروهم انهم دايما بيراقبوهم وان مغادرة الجزيرة ممنوعة، بوني وكلايد بيمشوا. المجموعة بتدفن هايدن وبرودي وبيناقشوا يعملوا ايه. كيسي، كوبر وموسيس بيقرروا يدوروا على القرية، لكن الباقيين بيفضلوا يبقوا في معسكرهم. وبعد ساعات الثلاثي بيلاقي مجموعة من الاكواخ، بينما بوني وكلايد بيبتسموا من بعيد وبيقولوا خلينا نبدأ اللعب. قريبا المساجين هيبدأوا يسترجعوا ذكرياتهم. ميسن بيشوف نفسه وهو بيضرب الناس في مول ووشه مغطى بالدم. كيسي في عربيتها عندها انهيار عصبي جنب البحر بينما العاصفة شديدة بره، وبلير بتشوف نفسها ممرضة في مستشفى وبتقول للدكتور ان المريض ما مضاش على الموت الرحيم، والدكتور ما بيقدرش يعمل اي حاجة علشان المريض مش ماضي، وعلشان رافضة تسيب مرضاها بيعانوا وبيتألموا. بلير لعبت في المحاليل بتاعة المرضى وقتلت ناس كتير قبل ما تتمسك. في اللحظة دي بلير بتشوف تايلر بتسحب القارب في المية وتحاول انها تهرب، بتجري علشان تمنعها وتفكرها بتحذيرات بوني وكلايد، فتايلر بتدفعها وبتكمل، وبلير بتجري علشان تخبر الباقيين. للأسف بيوصلوا متأخرين وتايلر بتكون هربت بالقارب. في نفس الوقت موسيس بيسترجع ذكرياته برضه، كان متمرد ومع مساعدة صديق حط قنبلة في مبنى فاضي كنوع من الاحتجاج، لكنهم كانوا غلطانين والمبنى كان فيه ناس واللي انتهوا ميتين. موسيس وصديقه اتقبض عليهم بتهمة القتل. كيسي برضه بتكمل تشوف ذكرياتها، كانت متزوجة لريك وكان عندهم طفلين، لكن ريك كان عنيف
عنيف معاها بالكلام والجسد. ولأن ريك مش راضي يشتغل، كيسي اشتغلت في بار وهناك قابلت جوردن واللي وقعت في حبه. بدأوا يشوفوا بعض في السر كتير، لكن في يوم كيسي اكتشفت ان جوردن ساب البلد، وبعديها طلبت الطلاق من ريك وذكرت علاقتها وأخبرته ان اي راجل احسن منه. ريك بيغضب وبيدفع رأسها في الحوض وبيخليها تحت المية لثواني قبل ما يعلم بقسوة انها مش هتشوف ولادها تاني، وده خلاها تنهار. وخلال الانهيار خدت ولادها ووضعتهم في العربية قبل ما تسوق للبحر. الأطفال ماتوا لكن هي قدرت تطلع، فرجعت البيت وانتحرت قدام ريك واللي أنقذها بسرعة. كيسي بتنهار لما تفتكر ولادها الميتين وتبدأ تشوف هلاوس ليهم وللعربية، وموسس بيحاول يهديها ويشاركها قصته. وبعدين بيتفقوا ان عشان يعيشوا لازم يلاقوا تشيس. وهم ماشيين كيسي بتبقى خايفة تقرب من المية بسبب ذكرياتها المؤلمة، فموسس بيوفر لها الراحة علشان تساعدها تستمتع بالسباحة تاني. بينما دونوفان بيتكلم مع بلير وبيهزر ويطلب منها تتجوزه، هو كمان بيسترجع ذكرياته. كان بيشتغل في مكتب وكان مهووس بزميلة في الشغل واللي كانت دايما بترفضه. في الآخر اشتكت عليه لقسم الموارد البشرية انه بيضايقها، فمرة زقها في الحمام وقتلها وهو بيلومها على انها كانت بتغريه. كلام بلير ودونوفان بيتقطع بسبب طلقة مفاجأة. ميسن اللي لقى مسدس شرارة وبيقول انه كان بس بيجربه. في الغابة كوبر بيدور في المنطقة وفجأة بيسمع بوني وكلايد بيتكلموا، واضح انهم بيخططوا يعملوا حاجة ضد القواعد وبيتكلموا عن رئيسهم. في الوقت ده تشيس بترجع للفندق المهجور وفي أوضة بتلاقي الست اللي في رؤيتها ووشها متضرر جدا. الست فجأة بتظهر جنب تشيس وبتمسكها من رقبتها وبتقول لها انها قتلت امها، وهي بتضحك. تشيس بتفكر نفسها ان ده مش حقيقي وأمها بتختفي. وبعديها تشيس بتقرب من كرسي وبتلاقي مفتاح للأوضة 39، فبتروح هناك وبتبدأ تدور في كل زاوية وركن. ورا لوحة بتلاقي ظرف مليان صور وعقد بيت. فجأة بيجيها رؤية عنه، الصورة بتكون ليها هي وأمها، ولصدمتها صورة ليها وهي حضنة كوبر. في اللحظة دي بتسمع صوت بره وبتصطدم بكوبر، فبتستغل الفرصة وبتوريه الصور. وبعديها هما الاتنين بيعترفوا انهم فاكرين انهم كانوا سعداء كزوجين. في الوقت نفسه تايلر بتتحطم وبتتجرح، لكن على الأقل بتوصل لجزيرة تانية. بينما القارب بينجرف بعيد، تايلر بتدور في المنطقة وبتلاقي جمجمة مكتوب عليها ملكية آيلاند. في اللحظة دي بتتضرب بذكرياتها وبيتضح انها وحبيبها حاولوا يسرقوا بنك. وبعديها بتاكل شوية فواكه وبتاخد غفوة. لما بتصحى بتلاقي ايدها ملفوفة بضمادات وطبق جنب خشبة مكتوب عليها شوربة دجاج وبتشربها كلها. وبعد دقائق بيلاقوها بوني وكلايد وبيهنوها على إيجاد مكان اسمه تولاند، لكن بيقولوا لها انهم هنا علشان خلفت القواعد. تايلر بتشرح انها ما كانتش تقصد تقتل حد وانها كانت حادثة اثناء السرقة، وبتلوم حبيبها على اللي ماتوا. الثنائي بعدين بيكشف ان الجزيرة فيها ساكن واحد وبيكون اكل لحوم البشر، والشوربة اللي شربتها كانت مصنوعة من أصابعها. في المساء كيسي بتصحى وبتلاقي ابنها بيحرق القرية المهجورة. بتقرب منه توقفه وتقوله قد ايه هي بتحبه، لكن الابن بيكون مجرد هلاوس. وموسس بيضطر يسحب كيسي بعيد عن النيران واللي هي حقيقية جدا. وبعدين بوني وكلايد بيتفرجوا على النار اللي بدأوها بسعادة. بنرجع لتشيس، بتجيها رؤية لطفولتها. لما كانت طفلة زملائها في المدرسة كانوا بيضايقوها جدا، لكن أمها ما كانتش متعاطفة. كانت تصرخ في تشيس وتطلب منها تحل مشاكلها علشان مش عاوزة بنت ضعيفة. من وقتها تشيس بدأت تاخد دروس في القتال، لكن أمها كانت برضو معترضة على ده علشان ده مش أنثوي كفاية. في الواقع الأم قالت لها ما ترجعيش البيت في الأجازات لو ما بطلتيش قتال، فبدل ده تشيس انضمت للمارينز. كوبر كمان بيجيله رؤية قصيرة وبيشوف نفسه في الحرب محاط بالجثث. لما يشوف تشيس معاها المسدس في ايدها باقي الذكرى بترجع ليه. هما الاتنين اتعرفوا لما انضموا للمارينز وحاربوا مع بعض خلال الحرب. خلال مهمة كوبر اتضرب بانفجار واتصاب بجروح خطيرة، فالهليكوبتر شالته بعيد. تشيس برضو بتفتكر ده وبيدركوا ان البيت اللي في الصور هو المزرعة اللي اتنقلوا عليها بعد الحرب. فلاش باك تاني بيكشف انه بعد ما كوبر تعافى من الانفجار وشه كان لسه متضرر بشدة وكان قلقان ان محدش هيوظفه كده. وفي الحاضر كوبر بيبص لنفسه في المراية وفجأة بيشوف أم تشيس جنبه بتشيل الرصاصة من جبينها وبتديها لكوبر، لكن لحسن الحظ في اللحظة دي تشيس بتخليه فوق من حالته. بتشرح له إنها
كمان بتشوف أمها وبتفتكر إنها قتلتها حتى لو مش فاكرة كده، لكن كوبر بيقول إنهم اتلفق لهم التهمة. على الشاطئ ميسن رجله بتتعور بعد ما يتزحلق على الصخور، فبلير بتهتم بالجروح. دونوفان بيشوف ده وبيغير علشان بلير كانت اهتمت برجله الأول وكان فاكر إنهم عندهم حاجة مع بعض. وبعد ما ميسن بيمشي دونوفان بيتظاهر إن عنده حاجة في عينه علشان ياخد انتباه بلير، وبيبدأ يتكلم عن ميسن بشكل سيء. فجأة بيقول لبلير إنه بيحبها لكن بلير بترفضه. في الوقت ده ميسن بيجيله فلاش باك تاني بعد ما قتل كل الناس في المول. سمع الشرطة جاية ليه فخد مسدس وحاول ينتحر لكن ما قدرش يعملها واتقبض عليه. في اللحظة دي بلير بتقرب منه وبتطلب منه ما يسيبهاش لوحدها مع دونوفان علشان مهووس بشكل خطير. وفي الغابة بوني وكلايد بيشوفوا كيسي وموسيس بيتقربوا من بعض وبيقرروا يسيبوهم علشان احتمال يهاجموا بعض قريب جدا. كلايد بيفتح شاشة على دراعه وبيدور على ضحايا مختلفة، بيكشف انه عنده وصول لكل الكاميرات في الجزيرة زي الناس في غرفة التحكم. ده بيخلي 2 من الفنيين يلاحظوا ان في حاجة غلط، وبعديها هي وبلير بعيدة. ميسن بيشيل قميصه ودونوفان بيستغل الفرصة وبيخنقه. ميسن بيصارع ضد دونوفان وبيوقعه على الارض، لكن لما ميسن بيحاول يمسك حاجة يدافع بيها عن نفسه دونوفان بيكمل وبيقتله وبيخبيه تحت شوية ورق شجر. في نفس الوقت جنب البحر بلير فجأة بتفتكر انها كانت متزوجة من واحدة وبتجري علشان تقول لدونوفان، لكن بتلاقي جثة ميسن على الارض. بتتصدم وبتقع على ركابها وبتبان انها قبل مشاعر دونوفان بينما بتاخد مسدس الشرارة من ميسن بسرية. وبعديها بلير بتتظاهر انها هتبوس دونوفان علشان تقرب كفاية وتضربه من مسافة قريبة وتقتله فورا. بنرجع لكيسي وموسيس بيوصلوا للفندق وبيلاقوا كوبر وتشيس. بيحصل جدال على الاسرار والمعلومات فكوبر بيطلع مسدس علشان يسكتهم وده بيخليه يجيله فلاش باك. المزرعة اللي كانوا مأجرينها كانت بتاعة ام تشيس وهي رفضت تمد العقد عشان مش هيكسبوا فلوس كفاية. كوبر حاول يتوسل للرحمة لكن الست العجوز بدأت تهينه هو وتشيس وده خلى كوبر يغضب. ام تشيس طلعت مسدس علشان تخليه يمشي وكوبر حاول ياخده منها فبتخبطه بفازة وفي الشجار المسدس ضرب بالخطأ وقتلها. في الحاضر اتضح ان كوبر كان غارق في الرؤية لدرجة انه ضرب بالمسدس هنا برضه وقتل موسيس. بينما كيسي بتحتضن الجثة كوبر بيقول لتشيس انه قتل امها وخلاها تبدو كأنها سرقة. تشيس بتتضايق جدا وبتكون هتضربه لكن فجأة كلايد بيظهر وبيوقفها وبيقول لها انه هو هيتولى الموضوع. كلايد بيبدأ يتخانق مع كوبر بينما بوني بتروح ورا تشيس. الأربعة مقاتلين ممتازين فبيتبادلوا كتير من الضربات وهم بيتحركوا في الأوضة وبيطلعوا على الأساس. لما كلايد بيكون على وشك انه يطعن كوبر تشيس بتضربه علشان توقفه. كلايد بيضربها بالمنجل لكن تشيس بتتفادى الضربة والضربة بتقتل بوني بدلها. بعديها تشيس بتطعنها برمح وبتخليها تختفي من المحاكاة. كوبر بيهاجم كلايد بفأس في نفس الوقت اللي تشيس بتوجه الرمح ناحيته لكن كلايد بيستخدمه علشان يطعنها قبل ما يختفي هو كمان. الرمح بيختفي برضه لكن تشيس لسه بتنزف فبتسيب المبنى علشان تموت لوحدها. لما تلاقي البحر بتفقد الوعي ولما بتصحى بتلاقي نفسها في السجن تاني. دكتورة ويس بترحب بيها وبتشرح لها انهم رجعوها قبل ما تموت علشان بفضل اعتراف كوبر تم تبرئتها من جرايمها وهي دلوقتي خارج حكم الإعدام. وكمان بتقول ان بوني وكلايد اتمردوا وتم إزالتهم علشان تدخلوا في نتائج اللعبة. بينما الأطباء بيشيكوا على صحة تشيس ويلز بيحاول يزورها لكن ويس بتوقفه وبتلمح انه هيتم التحقيق في دوره في تصرفات المشرفين. ويلز بيغضب وبيلاقي الممرضة وبيقنعها تكون في صفه علشان لو ما كانتش هتتورط معاه. لما تشيس بتتاخد علشان تشوف طبيب نفسي بتعرف ان الأسماء على بطاقات السجناء كانت ألقابهم واسمها الحقيقي هو جابرييلا. الدكتور بيكشف ان كل السجناء دخلوا المحاكاة بمحض ارادتهم علشان تخرجهم من حكم الإعدام ووقعوا اتفاقيات عدم إفشاء. ده كان بأمر من الحكومة وبتقول ان التجارب لازم تكون على الأشخاص الغير قابلين للإصلاح وبس واللي في تكساس معاييرها منخفضة جدا. لحد النهاردة مفيش حد وصل للخلاص في اللعبة علشان يفوز. وبعد شوية اختبارات تانية تشيس بتتاخد علشان تقابل ويلز واللي بيكشف ان كل فلوس أمها راحت لمستشفى فمفيش حاجة ترجع ليها. كمان بيعترف انه حاول يبوظ البرنامج علشان باقي السجناء ناس سيئة ما يستحقوش فرصة تانية أو
بيتصرف عليهم فلوس الضرايب، وبعدين بيعرض عليها صفقة، واللي هي ان لو ما قالتش للعلماء عن خططه هيطلع كوبر من المحاكاة علشان تاخد صقرها. تشيس بتوافق فورا. في الوقت نفسه العلماء بيقولوا لبوني وكلايد انهم هيروحوا السجن على تصرفاتهم، لكن عقوبتهم ممكن تكون اقل لو كانوا تحت اوامر حد. وعلشان الثنائي كانوا خايفين جدا من ويلز ما جابوش سيرته. وبعد كده تشيس لازم تقابل العلماء آخر مرة قبل ما تتحرر علشان تحكي لهم عن تجربتها. بيسألوها عن المسدس اللي لقيته علشان مش موجود في الكود، لكنها ما بتذكرش اسم ويلز برضو. بعديها العلماء بيشرحوا ان 39 هو عدد الخطوات من نهاية زنزانة السجن لكرسي الكهرباء. تشيس بتشوف ده سادي جدا، وبتشير انه مستحيل كل الفلوس دي تصرف علشان إعادة تأهيل المجرمين، فبتشك ان عندهم سبب سري مربح. ويلز بيوافق وبيحصل جدال، لكن في اللحظة دي بيجيله مكالمة من الحاكم، فالاجتماع بيتوقف. حارس بياخد تشيس للمعمل وبيقول لها انها لازم تستنى الاوراق علشان تخرج، وفجأة بيظهر ويلز مع الممرضة وبتقبض على تشيس وبتكون هتقتلها بحقنة. ولحسن الحظ ويس بتظهر وبتأمر الحراس يوقفوه، لكن بينما بيتم اخراج ويلز بيقول لتشيس انها لسه ما بتعرفش كل حاجة. بعد كده العلماء بيحاكموا ويلز وبيكشفوا انه هو اللي حط اكل اللحوم في الجزيرة كمان، وان الممرضة خانته. ويلز بيبدأ يصرخ ويقول تاني لتشيس انهم مخبيين حاجة عنها، فالحراس بياخدوه بعيد. وبعد كده تشيس بتستعد اخيرا للمغادرة وبتقرب منها ويس، واللي بتعترف اخيرا بالسر الاخير وهي بتدي تشيس الحقنة. فجأة وش تشيس بيتغير وبيبان انها في الحقيقة كبيرة في السن. هي كانت في السجن لمدة 25 سنة، لكن لما السجناء بيدخلوا المحاكاة الافاتار بتاعهم بيظهر في السن اللي ارتكبوا فيه الجريمة. الوهم ده بس في عقول السجناء، كل الناس التانية كانوا دايما شايفينها كامرأة كبيرة في السن. تشيس بتدرك ان كوبر لازم يكون كبير في السن برضه وبتطلب انها تشوفه، لكن ويس بتقول ان ده مش ممكن علشان هو لسه في الجزيرة. لما تشيس اخيرا بتسيب السجن بتشوف المدينة بره وبتكتشف قد ايه العالم اتغير في حوالي 3 عقود. في الوقت نفسه ويلز بيظهر في الجزيرة وكيسي وكوبر بيرحبوا بيه في وان لاند. وفي كده فيلمنا بينتهي. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتدوني رأيكم. بحبكم قوي. باي باي.